هلو هلو يا حلوين. طلبت من جوزي اروح سوق سمك فقال لي مفيش هنا في اوهايو الا في ماركت كوري اسمه دايو، وبصراحة عجبني جدا. هاخدكم جولة معايا، بس اللي عاوز يروح لازم يكون عامل حسابه ان يكون عنده وقت لان المكان كبير والبضايع حلوة. دخلنا على طول على قسم الاسماك، القواقع موجودة والسلمون والتونة والبولتي كمان موجود، والدنيس في سمك شبه الدنيس اهو، ومرجان ومكاريل وغطا موسى، وكمان في سيوف اللي هي الطويلة الفاضية دي اسمها سيوف، بصراحة تشكيلة روعة. والجمبري كمان موجود، في كمان أسماك طازة في المية، اللي حابب ياخد السمك طازة بس بيكون أغلى من اللي في التلج. الحواض اللي هناك دي فيها كابوريا شكلها مرعب بصراحة، لكن هي الطازة بتكون أطعم، وتحتيها الاستاكوزا. الأسماك الطازة والكابوريا الطازة والحاجات دي بتكون أغلى من اللي في التلج. عجبتني قوي تشكيلة السمك هنا. ولقينا كمان هنا كابوريا حية صغيرة، ياسر بيحاول يمسكها بس مش عارف خالص، بتقرص وهي قرصتها صعبة، هي مجرد ما تقرص مستحيل تسيب صبعك طالما قرصتك، لأنها مجرباها قبل كده في بورسعيد. هنا في كمان كابوريا غريبة ضخمة، في شوية بلح بحر هنا، أشكال وألوان من بلح البحر وقواقع. حاجة بتستحق التجربة. الكابوريا دي اللي بصراحة أول مرة أشوفها، ضخمة شبه الحجر، ودي بتمشي عمالة تمشي وتجري، ونحاول نمسكها مفيش فايدة. حلوين هنا البلح البحر، والتشكيلة دي بصراحة عجبتني قوي، تعمل بقى شوربة سي فود أو تتعمل بالخلطة. كاليماري، في كاليماري حلو وصبيط، وكمان في مجموعة جمبري كويسة، جمبري طازة. الكاليماري ده بيتحشي، والصبيط ده احنا بنعمله في الصواني أو بنعمله مقلي. طلعنا بعد كده على قسم الفواكه، فواكه عجيبة وغريبة، بس ايه تستحق التجربة. ده فجل وده التنين، ده اسمها بتاعت التنين، والصفرة دي مش عارفة اسمها ايه. انا الحاجات دي جودة بروكلي. هنا شوية خضروات، طبعا كوريا مشهورة بالخضروات الحلوة. الخوخ ده موجود في مصر منه، اللي هو شبه قرص الطعمية، والبرقوق. والفاكهة دي برضو عجيبة، دي مانجا، ودي مش عارفة اسمها ايه بس مسكرة، انا دقتها قبل كده حلوة، حاجة تفتح النفس بصراحة. فواكه هنا، ودي كمان مسكرة اللي شبه اللي تخيلوا ده ايه، ده ما ده بتنجان، بتنجان صغير قوي. ودي اسمها زهرة الموز، دي بتبقى جوه شجرة الموز، معرفش هما بياكلوها ليه. دي فاكهة الدوريان، دي تحفة، طعمها تحفة، بس للأسف ريحتها وحشة جدا جدا، يعني ولا ريحة الفسيخ، يعني تحس إن في كلب مقتول، بس طعمها روعة وفوائدها كتيرة. ده غريب قوي ده ايه ده يا منى؟ واتر ميلون. عارفة اخويا الحاجات دي؟ ده مش عارفة ايه ده يا كوكو. وينتر ميلون، يعني مسكر ده ولا ماله؟ شمام على بطيخ. وايه دي؟ حطيت بطيخه يعني؟ وده الفجل ولا ده؟ الأخضر اللي بيتعمل منه الوسابي، اللي بياكل سوشي يعرفه، دي شوية مجموعة أنواع من الفجل، وعندهم كانتالوب وحاجات كده غريبة كده شبه الشمام وشبه مش عارفة ده ايه. بعد كده رحنا قسم الطيور، كنت عاوزة اجيب بطة بس للأسف ما لقيتش. الأحجام الكبيرة اللي قدامكم دي تخيلوا ان هي فراخ، بس أنواع تانية من الفراخ شبيه بديك الرومي. ودي رجلين الفراخ هنا بياكلوها، وأجنحة الفراخ والكبد والقوانص. السود اللي تحت دي تخيلوا ايه، فرخة بس هي لونها كده اسود. وانبسطت قوي لما لقيت الكيمتشي الكوري، هو عبارة عن كرنب بس زي المخلل، كرنب متخمر. وده الكيمتشي قبل ما يخمروه، ده نفس فصيلة الكرنب، بيتعمل بطريقة كده معينة، بيتخمر مع فجل، نوع معين من الفجل مش فجل عادي، وبيقعد مدة طويلة عشان يتخمر، بس طعمه تحفة يا جماعة. هو كان موجود جاهز، انا اشتريته جاهز لان طريقته طويلة جدا. ولقيت هنا قلقاس اشكال وانواع، وجذور كده غريبة شبه الفجل، وحاجات عجيبة بتزرع تحت الارض موجودة هنا كتير قوي. انا مستغرب قوي من الجوافه دي. كل الانواع دي بطاطا اشكال والوان، اول مرة اشوفها في حياتي. ها، التمر الهندي الأصلي الخام اللي بنشربه في رمضان، لقيته موجود هنا، طبعا بيجي من تايلاند. كل أنواع الصوصات والخل الرز والصويا صوص وكل اللي يخطر على بالكم من الصوصات موجودة عندهم.
بصراحة الأقسام عندهم كتيرة جدًا، والموضوع ده محتاج حد عنده يوم فاضي، لإن إحنا الوقت سرقنا، إحنا لمّا دخلنا اتفاجئنا إن إحنا قعدنا جوّه حوالي 4 ساعات من غير ما نحس بحاجة خالص. فيا ريت اللي حابب يزور المكان اسمه دايو، هو ماركت كوري، موجود أعتقد في كل ولايات أمريكا يعني، بس هو بصراحة يستحق الزيارة. أنصحكم بقى تكونوا جايين في يوم إجازة، ويكون معاكم شوية فلوس كويسة علشان العروض هنا مغرية جدًا.